يقول أبو إسحاق الفزاري في السير: قلت للأوزاعي: رجل أصابته جنابة وخشي على نفسه الموت من البرد والثلج وليست به جراحة أيتيمم ويصلي؟ قال: نعم. فهذا الآن أبو إسحاق ينقل عن الأوزاعي هذا الأمر: واحد يصيب الجنابة في السفر في الحضر وفي برد وثلج، يتيمم ويصلي خلاص وانتهى الأمر. وقال الفزاري في السير: وسألت هشام ابن عروة وغيره عن ذلك، يعني يتيمم من الجنابة ولا يغتسل، فقالوا مثل ذلك، يعني يتيمم ويصلي. هاي أئمة السلف يقولون بهذا الأمر. وقال أبو إسحاق الفزاري في السير: وسئل الأوزاعي عمن انتبه من نومه وغفلته وهو جنب فأشفق أن اغتسل وتوضأ طلعت الشمس أو غابت، قال الأوزاعي: يتيمم ويصلي الصلاة قبيل فوات وقتها إذا قام الواحد من نومه ورأى أن الوقت سوف يخرج، مثلا وقت الفجر، فلا حاجة يذهب شنو يغتسل ولا يذهب يتوضأ ولا شيء، يستيقظ باقي مثلا عن طلوع الشمس مثلا 5 دقائق أو مثلا 10 دقائق، خلاص يضرب على الفراش على السرير ويتيمم ويصلي صلاة الفريضة. ضف الآن إلى فتوى شيخ ابن تيمية كما بين وغيره من العلماء في هذا الأمر قبل فوت الوقت. وهذا الأوزاعي أثار عندكم. وقال الوليد بن مسلم: فذكر ذلك لإبراهيم الفزاري فأخبرني عن سفيان الثوري أنه قال: يتيمم ويصلي. هذا كذلك السياق. كذلك هذا الأثر، أثر الوليد بن مسلم، أخرجه ابن المنذر في الأوسط. حتى سفيان الثوري نفس الأوزاعي ونفس ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يجوزون إذا كان الوقت بينتهي أي لأي صلاة وانت على جنابة أو كذا فتتيمم وتصلي.